شعب الجزيرة العربية في البداية كان عبارة عن جماعات منظمة بتعتمد على الزراعة والرعي والصيد كأساليب ووسائل أساسية للحياة. حوالي 500 سنة قبل الميلاد كان اسمهم العرق السامي، وبعد حدوث الهجرات السامية لشمال شبه الجزيرة العربية أطلق عليهم العرب. الحقيقة إن العرب كان عندهم النسب هو العامل الفاصل في مكانة الفرد، بمعنى إن مكانتك الاجتماعية بتتحدد على حسب قوة أو ضعف القبيلة أو العشيرة اللي بتنتمي ليها. على سبيل المثال، الشخص اللي اتولد في قبيلة قوية منها أعيان المدينة فهو يعتبر عزيز في تعبير أهل هذا الزمان، وعلى العكس الشخص اللي اتولد في عشيرة صغيرة وضعيفة ما فيهاش أعيان وليهم المشورة فهو ليس بعزيز. الشخص اللي بينتمي لعشيرة ضعيفة بيتعرض لأشد العقوبات لو تعرض لأي شخص بينتمي لعشيرة قوية وصاحبة نفوذ. في الحالة دي عشيرته الضعيفة ما تقدرش تحميه، وإلا تعرضت هي كمان لأشد العقوبات. بمعنى صح، اللي ليه ظهر ما يتضربش على. أما بالنسبة للعبيد فمكانتهم منحطة، ملهمش أي حقوق ويتم استغلالهم في الأمور اللي بينفر منها أصحاب النسب زي أعمال الزراعة والرعي وأعمال المنزل وغيرها. أما بالنسبة للمرأة فكان اهتمام العرب في العصر الجاهلي بالمرأة استثنائي بين الأمم، بالرغم من انتشار ظاهرة وأد البنات في بعض القبائل في الزمن ده، إلا أن معظم القبائل كانت بتهتم بحفظ كرامة المرأة وسترها. وكان في نماذج عظيمة من النساء قبل الإسلام كأشفاء بنت عمرو واللي كانت بتشتغل في مهنة الطب، والسيدة خديجة بنت خويلد واللي كانت بتشغلها في التجارة، واللي كان تجارتها تعادل تلت تجارة مكة بأكملها. ما اقتصرش دور المرأة في الحياة الاجتماعية بس، فكان لها دور في الحياة السياسية والعلاقات بين القبائل، فكانت بتساهم بنسبة كبيرة في تهدئة العلاقات بين القبائل أو إشعال الحروب بينهم، زي ما عملت البسوس في الحرب واللي اتسمت باسمها، وهند بنت عتبة اللي شاركت في غزوة أحد بجانب المشركين. أما بالنسبة لصفات العرب اللي كانوا بيتميزوا بيها في الفترة دي فكانوا معروفين بالكرم، لدرجة إن لو حد أتاه ضيف وهو لا يملك غير ناقته أو فرسه فيقوم بذبحها لإطعام ضيفه. وخير مثال على الكرم فهو حاتم الطائي واللي كان معروف بالكرم في كل شبه الجزيرة العربية، وصفات تانية زي المروءة والوفاء والأمانة، وكل دي صفات اتميزوا بيها العرب. أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية اللي كانت قايمة عليها شبه الجزيرة العربية في الفترة دي كانت الزراعة اللي ازدهرت في بعض المناطق بالرغم من عدم وجود الأنهار، فكان العرب قديما بيستخدموا أنظمة السدود وقنوات الري خصوصا في اليمن والحجاز والطائف، بالرغم من فقر التربة في المناطق دي إلا أنها كانت بتنتج أصناف كتيرة من الحبوب والفواكه. أما بالنسبة للزراعة في المناطق المتبقية من شبه الجزيرة كانت بتعتمد على نخيل التمر بشكل أساسي. كانت مكة في الفترة دي مركز تجاري وديني مهم جدا، وده بسبب مرور بها القوافل التجارية القادمة من الشمال والجنوب. ترجع أهميتها الدينية بسبب وجود الكعبة الشريفة بها واللي بيأتي ليها الحجاج كل سنة، وده كان بيساهم بنسبة كبيرة في الازدهار الاقتصادي لمكة. كانت قبيلة قريش هي المسيطرة في مجال التجارة، كانت قوافلهم التجارية في الصيف للشام ومصر، وفي الشتاء كانت بتتجه جنوبا إلى اليمن. الفترة اللي سبقت الإسلام كان معظم العرب اتخلوا عن تعاليم الأنبياء والرسل السابقين، وضعفت الديانة الحنيفية دين جدهم إبراهيم، وبدأوا يعبدوا الأوثان والأصنام، وفضل عدد قليل بس منهم على دين المسيحية واليهودية. بس في العموم الوثنية كان هي الديانة المنتشرة في شبه الجزيرة العربية في الفترة دي. كان في مكة لوحدها 350 صنم منشورين حول الكعبة الشريف. كان المعروف إن كل قبيلة لها الصنم الخاص بيها. الغريب إن الألوهية العليا عند عرب الجاهلية قبل الإسلام كانت بتتمحور حول وحدانية الله، وكانوا بيعتبرونه قوة عظيمة مسيطرة، ولكنه يستعين بشركاء لتأدية مهامه المقدسة وهم الأصنام. كل دي كانت اعتقادات دينية منتشرة بين العرب لفترة كبيرة من الزمان ما يقارب 300 سنة، فكان ظهور الإسلام حدث عظيم في تاريخ العرب، وكان تحول كبير في حياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية. قضى الإسلام على الوثنية وقرر التوحيد المطلق لله، وحارب الشرك لأنه وليد الجهل، وأقنع العرب أن وراء هذه الحياة حياة أخرى يحاسب فيها كل إنسان على حسب عمله بصرف النظر عن نسبه ولونه. حطم الإسلام رابطة المجتمع القبلي القائمة على الدم والنسب وحل محلها رابطة الإيمان، وجعل المسلمين سواسية وإن أكرمهم عند الله أتقاهم. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتستنى الفيديوهات الجديدة.